أول ما دخلت سمعت صوت جاي من الحمام. الصوت كان مبين إن في اتنين بيتكلموا مع بعض. توقعت إنه حماية جايب ضيفة أو حاجة. قلت في نفسي وأنا مالي، أطلع شقتي وخلاص. ولما كنت خلاص هطلع سمعت الصوت كويس ولقيته صوت ماما. اتجننت وقلت معقول اللي مع حماية جوه تكون ماما؟ يعني هي سايباي ورايحة شقتها وتضحك عليا وتنزل عند حماية؟ افتكرت كل اللي كان بيحصل قبل كده، وقلت يبقى كل مرة كانت بتنزل فيها كانوا هما الاتنين هنا مع بعض. اتصدمت من اللي سمعته وما كنتش عارفة أعمل إيه. كنت خلاص هقفل باب الشقة وأطلع، لكن غصب عني رجعت على باب الحمام وزقيته، وشفت منظر ما كنتش مصدقة إني هشوفه لماما في حياتي. أهلاً بيكم في حكايات جوري. هنا بنحكي قصص حقيقية حصلت بجد، قصص مليانة دراما، تشويق، وأسرار محدش كان مستعد يسمعها. كل حكاية وراها حقيقة، وحقيقة ممكن توجع. ولو القصة عجبتك ما تنساش تشترك في القناة عشان نوصل سوا ل10,000 مشترك. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي نرمين، عندي 22 سنة ومتجوزة بقالي حوالي 3 شهور. عايشة مع حماية في نفس البيت، وجوزي بيشتغل في محافظة تانية، يعني بيسافر ويرجع في الأجازات. الأجازة بتاعت جوزي تقريباً كل شهرين، وبتبقى أسبوع بس، يقعد معايا ويرجع شغله تاني. إخوات جوزي متجوزين برضو، وبيجوا يزوروني أنا وحماية من وقت للتاني. ووالدة جوزي رحلت من فترة طويلة من قبل ما اتجوز. من وقت ما جوزي بقى يسافر للشغل وأنا حاسة إني على طول حزينة ومتضايقة. كنت بشتكي لماما كتير، بقولها إني مش مرتاحة من إن جوزي على طول مشغول وسايبني، وإني زهقت من القعدة لوحدي، وقتي كله في شغل البيت وخدمة حماية، وحاسة إني ما فرحتش بحياتي وجوازي، وعلى طول مكتئبة وحاسة بوحدة. ماما كانت دايماً بتقولي: عيشي يا بنتي، معظم الرجالة بيسافروا عشان شغلهم، ما تخربيش بيتك واحمدي ربنا. وكنت أقول لها طيب وحاضر، وحاول أعيش واصبر، وبرجع أشتكي تاني وهي تفضل تصبرني. حماية كان دايماً كويس معايا وما بيزعجنيش في حاجة، وعلى طول بعمل الأكل في شقتي، وبعد ما بخلص بنزله علشان ياكل منه، وأوقات كتير كنا بننزل ناكل مع بعض. حماية كان محترم وما بيتدخلش في حاجة. مع الوقت حسيت بزهق أكتر وطلبت من ماما تيجي تعيش معايا، وهي وافقت بصعوبة. ماما أرملة من فترة طويلة وعايشة لوحدها، فقلت لها بدل ما تقعدي لوحدك تعالي عيشي معايا وناخد بالنا من بعض. في الآخر وافقت وجت تعيش معايا. من يوم ما ماما جت تعيش معايا لقيت حماية بقى يطلع عندي في الشقة كتير، بقى ياكل معانا ويسهر معانا، يعني معظم الوقت بيبقى معانا، مش بياكل في شقته لوحده. وده فرحني جدا، لأني كنت خايفة يكون متضايق من وجود ماما أو يعترض على إنها تعيش معانا. لكن لقيته على العكس تماما، كان مرحب جدا بوجودها، وبالعكس كمان مبسوط إنها معايا. حماية وجوزي مرتاحين مادياً، لكن حماية مش بيساعد جوزي كتير عشان عايزه يعتمد على نفسه ويبقى راجل بمعنى الكلمة. جوزي كان دايماً بيقولي إنه عايزني أكون مستقلة وأتحمل المسؤولية وما يبقاش معتمد عليا في كل حاجة. ماما كانت مبسوطة بحماية، وكانت دايماً بتقول عليه إنه شخص طيب ومحترم وبيتعامل كويس معانا. مع الوقت بدأت ألاحظ إن ماما بتهتم بنفسها أكتر، بتصبغ شعرها وبتحط ميك اب خفيف، ولبسها بقى شيك وملفت. وفي نفس الوقت لاحظت إن حماية كمان بقى يهتم بنفسه، بيصبغ شعره كتير ولبسه بقى على الموضة، ومهتم بشياكته وبطل يلبس العبايات اللي كان متعود عليها. كلامه بقى طيب وهادي دايما، ودايما بيشكر في ماما، وهي كمان كانت بتشكر فيه كتير. أنا كنت مبسوطة إن حماية بيحب وجود ماما، وإنه بيبقى كويس معانا. معاش ماما كان قليل ومش بيكفيها، وإخواتي ما كانوش بيساعدوها بمصاريف، فكنت مبسوطة إنها قعدت معايا علشان نقدر ندبر مصاريفنا مع بعض، وكنا عايشين كويس. حماية كان بيحب يسهر معانا كتير، وأنا كانت بتيجي عليا أيام النوم بيغلبني بدري، فكنت بسيبهم سهرانين مع بعض قدام التلفزيون وبقوم أنام. بعد فترة بدأت ماما كل كام يوم تقولي إنها هتروح شقتها تشوفها، ولو الوقت اتأخر عليها هتبات هناك وتيجي الصبح. كنت أقول لها خليكي، لكن كانت دايماً بتصمم تروح. وفي نفس الأيام اللي ماما بتروح فيها كنت ألاقي حماية كمان يخرج كام ساعة وبعدين يرجع، وبعد شوية ماما ترجع هي كمان من غير ما تبات في شقتها.
لاحظت كمان إن حماية أول ما ماما تيجي يقعد معانا، وأول ما تمشي يخرج، بس ما كنتش بربط بين الأحداث وقتها. لحد ما في يوم ماما قالت لي إنها نازلة تروح شقتها. قلت لها تمام، وأنا طلعت البلكونة عشان أفتح الإزاز وهوي الأوضة، وقررت أنده عليها تطلع تجيب لي فاكهة وهي جاية. فضلت واقفة في البلكونة مستنية أشوفها وهي نازلة، بس ما شفتهاش. اتعجبت إزاي نزلت بالسرعة دي وأنا لسه في البلكونة، مع إني في الدور التالت، والشقة اللي تحت شقة حماية، والدور الأرضي فيه محلات. كنت قاعدة بفكر يا ترى ليه ماما اتأخرت على السلم؟ معقول يكون حماية واقف معاها قال لها حاجة محرجة أو زعلان معاها؟ قلت لنفسي أنزل أشوف إيه اللي بيحصل تحت مع ماما. حماية سايب لي مفتاح شقته على طول عشان لو احتجت حاجة من هناك وهو مش موجود أقدر أجيبها، لأن أغلب تخزين الأكل عنده. فكنت متعودة لما بحتاج حاجة من الخزين بنزل أجيبها على طول، ولو حماية موجود بيبقى عارف، ولو مش موجود لما يرجع بقوله على الحاجة اللي أخدتها. نزلت قدام شقة حماية وخبطت، لكن ما فتحليش. قلت لنفسي يمكن بيتفرج على التلفزيون وصوته عالي وما سمعش الخبط، ففتحت باب الشقة. وأول ما دخلت سمعت صوت جاي من الحمام. الصوت كان مبين إن في 2 بيتكلموا مع بعض. توقعت إنه حماية جايب ضيفة أو حاجة. قلت في نفسي وأنا مالي، أطلع شقتي وخلاص. ولما كنت خلاص هطلع سمعت الصوت كويس ولقيته صوت ماما. اتجننت وقلت معقول اللي مع حماية جوه تكون ماما؟ يعني هي سايباني ورايحة شقتها وتضحك عليا وتنزل عند حماية؟ افتكرت كل اللي كان بيحصل قبل كده، وقلت يبقى كل مرة كانت بتنزل فيها كان هما الاتنين هنا مع بعض. اتصدمت من اللي سمعته وما كنتش عارفة أعمل إيه. كنت خلاص هقفل باب الشقة واطلع، لكن غصبا عني رجعت على باب الحمام وزقيته، وشفت منظر ما كنتش مصدقة إني هشوفه لماما في حياتي. من الصدمة فضلت أعاتب في ماما وحماية، وقلت لهم إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وفضلت زعق لهم بصوت عالي لحد ما حماية رد عليا بكل برود وقال لي إزاي بتقولي كده؟ إحنا أحرار مع بعض، انتي اللي غلطانة عشان فتحتي علينا الباب وإحنا في وضع خاص. وقال لي كلام جارح وقفل باب الحمام في وشي. طلعت جري على شقتي وأنا بعيط ومنهارة، وقفلت باب الشقة من جوه ومرضتش أفتح الباب لا لماما ولا الحماية. قعدت ساكتة، وحتى لما جوزي كان بيتصل بيا ما كنتش برد عليه. ومن وقتها وأنا مخاصمة ماما وحماية وما بتكلمش معاهم. مش عارفة أتصرف إزاي ولا أقول لجوزي إيه. أقوله إيه؟ أقوله ماما بتتعامل مع باباه بشكل غريب؟ التفكير هيجنني ومش عارفة أعمل إيه. ماما بتتصل بيا كتير وأنا مش برد عليها. هي عايزة تتكلم معايا بأي شكل. أكيد خايفة أقول لإخواتي حاجة عن اللي حصل، وأنا فكرت أقول لإخواتي لكن رجعت خفت واحدة منهم تقول لجوزها، وساعتها لو ده حصل هنتفضح قدام الناس كلها وهنبقى في مصيبة. حاسة إن دماغي هتنفجر من التفكير. طول الوقت بفكر ومش عارفة أعمل إيه. أنا محتارة جدا ومش عارفة أتصرف إزاي. محتاجة رأيكم قوي، أرجوكم ساعدوني. دي كانت القصة اللي معانا النهاردة. صاحبة القصة مستنية رأيكم في التعليقات. يا ريت تساعدوها وتكتبوا رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. كانت معاكم جوري. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.